ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه وعلي إثمي معاذ الله من جهل وطيش. أأقتل مسلما من غير جرم فليس بنافعي ما عشت عيشي. ولست بقاتل رجلا يصلي أي رجل مسلم، لست بقاتل رجلا مسلما على سلطان آخر من قريش من أجل سلطان فلان، من أجل ملك فلان، من أجل أن يعيش فلان ملكا له سلطانه وعلي إثمي، له سلطانه يتمتع فيه وله سلطانه يتوارث هو وأهله وذووه في هذا السلطان، وعلي إثمي أنا الذي أبوء بالإثم وأنا الذي أحمله. له سلطانه وعلي إثمي معاذ الله من جهل وطيشي، سماه جهلا، معاذ الله من جهل وطيشي. أأقتل مسلما من غير جرم فليس بنافعي ما عشت عيشي. الدماء المسلمة المؤمنة معصومة، عصمها الله في كتابه الكريم، وعصمها الشرع العظيم وجعلها أحد مقاصد الشريعة. الشرع جاء في تعظيم هذه النفوس، عظمها وصانها وسد كل الذرائع الموصلة إليها، هذه النفوس العظيمة. جاء في الصحيحين من حديث أسامة أنه قال: كنا في غزوة من الغزوات وخرج أو حملنا على رجل من المشركين من جهينة، حملنا عليه، فلما أردناه أنا والأنصاري قال: لا إله إلا الله. لما رفعوا عليه السيف قال: لا إله إلا الله. قال: فتنحى الأنصاري، أما أنا فطعنته برمحي. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. اسمع يا مسلم، انتبه، اسمع وانتبه. الرجل مشرك ما سجد لله سجدة واحدة ولا صلى لله صلاة واحدة، لكن بمجرد ما قال هذه الكلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله إنما قالها من أجل أن يعصم دمه، يعني بهذا المعنى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فكيف إذا جاءت لا إله إلا الله يوم القيامة؟ جاء في بعض الروايات أنه قال: يا رسول الله استغفر لي، وفي بعض الروايات أنه قال: تمنيت أني لم أسلم إلا ذلك اليوم، تمنيت أنني ما كنت مسلما قبل، أسلمت بعد هذه الحادثة. ما زال يكررها: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. مجرد أن يقول المسلم هذه الكلمة تعصمه، إلا في أمور ضيقة جاءت فيها الشريعة في حدود ضيقة، وإلا فالأصل أن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم معصوم، لا يجوز لك أن تتعدى على دمه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. 5 أنواع من الوعيد. ماذا سيجني الإنسان إذا قتل مسلما؟ إذا قتل نفسا معصومة ماذا سيجني؟ إذا جنى أموال الدنيا وملك الدنيا ماذا يأتي هذا الملك بجانب هذا الوعيد الشديد؟ نسأل الله السلامة والعافية. عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فقد روى الحاكم أبو عبد الله في مستدركه من حديث، أو روى في مستدركه عن أيمن بن خريم من التابعين أنه دعاه عبد الملك بن مروان، فلما جاءه أيمن بن خريم قال له: يا أيمن نريدك أن تقاتل معنا. قال: يا أمير المؤمنين إن أبي وعمي شهدا بدرا وعهدا إلي ألا أقاتل من يقول لا إله إلا الله. فقال له عبد الملك بن مروان: إذن فاخرج عنا. فخرج أيمن بن خريم وهو يقول:
ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه وعلي إثمي معاذ الله من جهل وطيش. أأقتل مسلما من غير جرم فليس بنافعي ما عشت عيشي. هذه أبيات عظيمة تحمل معاني عظيمة. ولست بقاتل رجلا يصلي، أي رجل مسلم، لست بقاتل رجلا مسلما على سلطان آخر من قريش، من أجل سلطان فلان، من أجل ملك فلان، من أجل أن يعيش فلان ملكا له سلطانه وعلي إثمي، له سلطانه يتمتع فيه وله سلطانه يتوارث هو وأهله وذووه في هذا السلطان، وعلي إثمي، أنا الذي أبوء بالإثم وأنا الذي أحمله. له سلطانه وعلي إثمي معاذ الله من جهل وطيش، سماه جهلا، معاذ الله من جهل وطيش. أأقتل مسلما من غير جرم فليس بنافعي ما عشت عيشي. هؤلاء هم الذين يخافون الله سبحانه وتعالى في الدماء التي عظمها الله عز وجل. الدماء المسلمة المؤمنة معصومة، عصمها الله في كتابه الكريم، وعصمها الشرع العظيم وجعلها أحد مقاصد الشريعة، لأن العلماء يقولون إن الشريعة جاءت للحفاظ على أمور وأصول عظيمة تسمى عند الفقهاء بالضروريات الخمس. ضروريات الدماء، النفوس، الدماء معنى النفوس والأعراض والأموال والعقول والدين. قالوا هذه الضروريات الخمس. ما معنى الضروريات الخمس؟ يعني لا يقوم المجتمع المتكامل المتماسك، المجتمع الصحيح السليم، إلا بهذه الخمس. الشرع جاء في تعظيم هذه النفوس، عظمها وصانها وسد كل الذرائع الموصلة إليها، هذه النفوس العظيمة. جاء في الصحيحين من حديث أسامة أنه قال: كنا في غزوة من الغزوات وخرج أو حملنا على رجل من المشركين من جهينة، حملنا عليه، فلما أردناه أنا والأنصاري قال: لا إله إلا الله. لما رفعوا عليه السيف قال: لا إله إلا الله. قال: فتنحى الأنصاري، أما أنا فطعنته برمحي. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. اسمع يا مسلم، انتبه، اسمع وانتبه. الرجل مشرك ما سجد لله سجدة واحدة ولا صلى لله صلاة واحدة، لكن بمجرد ما قال هذه الكلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله إنما قالها من أجل أن يعصم دمه، يعني بهذا المعنى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فكيف إذا جاءت لا إله إلا الله يوم القيامة؟ جاء في بعض الروايات أنه قال: يا رسول الله استغفر لي، وفي بعض الروايات أنه قال: تمنيت أني لم أسلم إلا ذلك اليوم، تمنيت أنني ما كنت مسلما قبل، أسلمت بعد هذه الحادثة. ما زال يكررها: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. مجرد أن يقول المسلم هذه الكلمة تعصمه، إلا في أمور ضيقة جاءت فيها الشريعة في حدود ضيقة، وإلا فالأصل أن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم معصوم، لا يجوز لك أن تتعدى على دمه. وهكذا جاءت النصوص المتواترة في الكتاب والسنة. من ذلك قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ويقول الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية: النفس التي حرم الله. والنفوس في القرآن على طريقتين: إما نفس حرم الله، وإما نفس مؤمنة. تسمع في بعض الآيات: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. في بعض الآيات: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، إلى آخر الآية. هنا نفس مؤمنة. وفي الموضع الآخر: النفس التي حرم الله.
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. أما النفس المؤمنة فهي النفس المسلمة المعصومة بعصمة الإسلام، وأما النفس التي حرم الله فهي عامة تدخل فيها نفس المؤمن لأن الإيمان عصمه، وتدخل فيها نفس الكافر الذي عصمه عهده أو الذمة، عصمته ذمته أو عصمه عهده أو عصمه أمانه ونحو هذه الأشياء. فهذا كافر لكنه معصوم من جهة أخرى، من جهة أنه غير مسلم فهو مباح الدم، لكن جاءت العصمة من جهة العهد، من جهة العهد الذي أعطي له من قبل المسلمين. فلا يجوز للمسلم أن يغفر ذمة هذا الرجل المعصوم بعصمة الأمان. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. جاءت هذه الآية بعد قوله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ما يمكن لمؤمن كامل الإيمان أن يقتل مؤمنا إلا عن خطأ، إلا عن خطأ ممكن أن يحصل خطأ، والخطأ مجبول عليه ابن آدم. أما أن يكون متعمدا فلا، لا يمكن. ثم بعد هذه الآية قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. 5 أنواع من الوعيد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا أي عمدا عدوانا، ليس دفاعا عن نفسه أو نحو ذلك، إنما عدوانا قتله عدوانا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه ماذا؟ فجزاؤه جهنم. لقد يقول بعض الناس يعني جهنم، كم جهنم ما سنخلد فيها؟ الأمر سهل. لا والله الأمر ما هو سهل، نسأل الله السلامة والعافية. 5 في جهنم تمسيك ما مر بك من النعيم، 5 في جهنم فقط. وكم ستبقى في جهنم؟ صحيح أن المؤمن المسلم لا يخلد في جهنم أبدا، هذا أمر صحيح وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن كم ستبقى في جهنم؟ الله أعلم كم يبقى الإنسان في جهنم، قد يبقى آلاف السنوات. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: لابثين فيها أحقابا. قال بعض العلماء الأحقاب جمع حقب، والحقب بعضهم يقول 70 سنة، بعضهم يقول 80، وبعضهم يقول أكثر وأقل. كم ستبقى في جهنم؟ فعليك أن تتورع. يقول سبحانه وتعالى: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وما يقال خالدا إلا المكث الطويل، خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. سبحان الله. ماذا سيجني الإنسان إذا قتل مسلما، إذا قتل نفسا معصومة؟ ماذا سيجني؟ إذا جنى أموال الدنيا وملك الدنيا، ماذا يأتي هذا الملك بجانب هذا الوعيد الشديد؟ نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في مدح العباد الصالحين: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. والذين لا يدعون مع الله، لاحظ أن القتل يأتي دائما قرينا للشرك والزنا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ويقول سبحانه وتعالى، طبعا في هذه الآية يبين سبحانه وتعالى أن القتل قرين للشرك والزنا كما كان ذلك في الكتاب، أيضا هو في السنة. قال عليه الصلاة والسلام: وقد سئل أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزني بحياة جارك. جعل القتل دائما قرينا للشرك والزنا. وهكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. وجاء أيضا في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان، في الصحيحين من حديث أبي بكرة، وهذا الحديث له قصة. أبو بكرة رأى في الطريق الأحنف بن قيس، رآه ومعه سيف خارج القتال. قل له: إلى أين؟
قال أنصر ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام. ينصر من؟ ينصر علي بن أبي طالب في وقت كان علي بن أبي طالب أفضل أهل الأرض، أفضل الناس علي بن أبي طالب في ذلك الوقت. ومع هذا يقول له أبو بكر نفيع بالحارث، يقول له إلى أين؟ قال أنصر ابن عم رسول الله. قال ارجع فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. علي بن أبي طالب جاء في فضله أحاديث كثيرة، فضل عظيم، حتى قيل ما نقل في فضل أحد من الصحابة كما نقل في فضل علي، كما جاءت أحاديث كثيرة جدا، مع أن الذي نعتقده أن أبا بكر أفضل منه وعمر أفضل وعثمان أفضل، لكن جاءت فيه فضل نصوص تدل على فضل عظيم. ومع هذا الصحابة فهموا العموم النص، لا يجوز لك أن تنصر زيد على عمرو مقابل أن تسفك الدم، لا يجوز سفك الدم مطلقا، نفوس معصومة معظمة. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر، كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وهكذا عباد الله النفوس نفوس معظمة محرمة، ولما كانت النفوس معظمة محرمة سدت الذريعة كل شيء يوصل إلى القتل، حتى لو ستقتل خطأ سدت الذريعة كل طريق يوصل إلى القتل خطأ. قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم مسجد فليقبض على نصال سهمه لا يصيب مسلما. إذا أراد الإنسان أن يدخل المسجد ومعه سهام، العرب كانوا يعرفون السهام والرماح، كانت أسلحتهم في مجتمعاتهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام فليقبض على نصلها لا يصيب مسلما حتى لا يصيب مسلم. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام من أشار بحديدة إلى أخيه فهو ملعون، إذا يشير بحديدة إلى أخيه فهو ملعون وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قال لا يشير أحدكم بحديدة إلى أخيه لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من حفر النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمسألة عظيمة يا عباد الله، ويجب على المسلم أن يحذر. تجد تساهل عظيم في النفوس، تساهل، ممكن أن يرمي بسهولة، ممكن أن يفحط بالطريق ولا هو مبالي في النفوس. لماذا؟ لأن هذه النفوس لم تعرف هذه النصوص، هذه النفوس لم تعرف هذه النصوص، وإلا ستوقفها هذه النصوص. نحن ضامنون إن شاء الله أنها توقف النفوس التي تخاف الله عز وجل، توقفها عند حدودها. لكن كثير من الناس ما يعرف خطر الدماء وعصمة الدماء، فعلى المسلم أن يحذر من هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها بطن، وأن يعصمنا وإياكم من الدماء. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.